السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض البليله بطريقه مميزه جدا وسهله. صدقيني لما تشوفي الوصفه بتاعتنا قد ايه هي سهله النهارده مش هتبطلي تعمليها في البيت، وهتطلع معاكي بنفس اللون والقوام والشكل ده زي بتاعت الشارع بالظبط. وهتطلعي كل الكميه اللي قدامك دي، تخيلي من نص كيلو قمح بس. تخيلي نص كيلو قمح، ايوه نص كيلو قمح بيطلع كل الكميه اللي انت شايفاها دي ما شاء الله. شوفي انت بتجيبي الكيس بكام، شفتي بقى انت هتوفري قد ايه. يلا بقى شاركوني في الثواب وصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا وصفتنا النهارده. انا استخدمت نص كيلو من القمح، جبته من عند العطار ونقيته كويس جدا وغسلته ونقعته لمده ليله كامله في الميه زي ما احنا شايفين كده لحد ما حجمه تضاعف وبقى باللون احنا شفناه ده. بعد كده نزلت في الكبه بتاعتنا يا دوب بس فرمه وبس قوي، بس بحاول ان انا اكسرها عشان خاطر نطلع اللحم اللي جواها. وانت ممكن تجيب القمح بتاعك من عند العطار، قول له قمح البليله بيكون مجروش اساسا، بس انا بصراحه بفضل القمحيه تكون سليمه عشان اعرف انقيها كويس، وكمان تكون محتفظه بكميه النشا اللي جواها. وحطيت حله على البوتاجاز فيها ميه لحد ما غليت، وبعد ما غليت نزلت بالقمح بتاعنا بعد ما ضربناه في الكبه. وطبعا هقعد اقلب فيه كده مش كتير لحد بس ما يبدا يغلي معاكي، هتلاقيه طلع ريم كده. لمي الريم اللي على الوش عشان تكون الميه عندك نقيه. وبعد كده ما يغلي معاكي غلوه واتنين توطي عليه البوتاجاز وتسيبيه بقى مع نفسه. بياخد وقت شويه على النار انا معاكي طبعا، بس النتيجه بتبقى حلوه جدا عشان الميه ما تنشفش منه هو لسه ناي. واول ما تلاقي القوام ده او الشكل ده اداكي اللون الابيض ده وتحس ان هو تقل كده والميه فيه نقصت قوي وشكل الحبايه يبان عليها ان هي دخلت على السوا، هتمسكيها في ايدك هتلاقيها طريه معاكي او بتلز كده معاكي شويه. انا هنا استخدمت بقى المكون السحري بتاعنا. في ناس بتحط نشا، ناس بتحط عيش، انا هنا بفضل طبعا احط معلقه من الرز. شفتوا معلقه الرز قد ايه صغيره، حبه بسيطه جدا من الرز، يعني ما يعادل كده معلقه الاكل. تمليها رز بس تكوني غسلاه وتحطيها فين في قلب البيله بتاعتك وتقلبيه عشان الرز طبعا ما يلزقش منك في القعر. وزي ما انت شايفه هتلاقي الرز معاكي باين دلوقتي، انما مع السوا هيروح خالص وهيتهري تماما ومش هتلاقيه اي اثر. وعايزه اقول لك مش هيديك اي طعم في البيله، مش هتحسي بيه اساسا، بس هو بيربط لك البيله بتاعتك بدل النشا. وطبعا زودناها ميه سخنه لان انت عندك اصلا الميه فيها قلت خالص، فانا بزودها ميه سخنه عشان تستوي بقى مع الرز براحتها والرز معاكي ياخد السوا الكامل بتاعه. وتنقليها بقى على نار هاديه كده على عين صغيره، توطي عليها بقى وتسيبيها مع نفسها، يعني في حدود نص ساعة أو ساعة إلا ربع بتلاقيها نست معاكي للقوام ده. وقت للتاني كده تبصي عليها وتقلبيها عشان ما تفرش على البوتاجاز والوش بتاعها يدلق على البوتاجاز طبعا. وده شكلها. أنا عايزة أوريكي بس إن الرز ملوش أي أثر في القمح. بصي يا ما شاء الله القمح مش والله ما شاء الله عامل إزاي، ولا في الطعم، بس بالعكس بيربطها وبيديها لون حلو قوي. ده السر اللي بيجيلها بجد معلقة الرز دي بصراحة. انا هنا بقى لان انا مش طبعا مش هستخدمها كلها في يوم واحد، فانا هشيل منها كميه كبيره. طبعا انا بعملها واحطها في الفريزر، اما بحتاجها بطلعها بصراحه. جبت العلبه بتاعتنا هو المكيال لانها بتكون سخنه جدا، يستحسن تعبيها وهي سخنه، بس طبعا تتلسعي. فانا بفضل عشان يطلع كل مكيال زي بعضه وبحط في العلبه زي ما احنا شايفين وبعبيها على قد ما انا عايزه، يعني على قد ما تعوزي تشيلي. ولما بحتاجها بطلعها من الفريزر وحطيت عليها النار. هو ده شكلها بعد ما فكت مني على البوتاجاز، اللون بتاعها ما غيرش. بص القوام زي ما هو ما شاء الله، حاجه كده ما شاء الله، يعني ما تقوليش انها تتشال، لا شلتها وطلعتها وفكتها زي الفل. انا هنا طبعا انا هستخدمها كتحليه بصراحه، كنا حابين ناكل حاجه حلوه فبسرع الوقت بستسهل بصراحه البليله. وكان عندي شويه كنافه كده صغيرين باقيين من رمضان، فقلت نحمرهم كده على النار. حمرتهم بمعلقه سمنه زي ما احنا شايفين، وبعد كده زودت البيله لبن وكيس من الفانيليا والسكر حسب الرغبه. كده لو انت هتشربيها بليله بس يبقى هو ده شكلها وده قوامها. نضيف بقى البليله بتاعتنا حبه من الكنافه كده المحمرين، وبعد كده بزوقهم بشويه من جوز الهند المحمره والزبيب. وصدقيني الحاجه في البيت بركه، اما تعملي الحاجه كده في البيت بيبقى البيت كله بركه ومليان خير. واتمنى تكون الوصفه عجبتكم وتجربوها ان شاء الله.